الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على النبي الكريم. وبعد، شوف بلدنا دي فيها خيرات عظيمة، وفيها ما فيها من أنواع الزروع والثمار. شوف الثمار دي عليك الله. وبعد ده الناس جعانة والعيش غالي والبنزين في الصفوف. السبب انت قال لك شنو؟ السبب الشرك. الناس وقعت في الشرك واشركت بالله سبحانه وتعالى. ناس بتنادي في غير الله سبحانه وتعالى. مع الحريف دي بدل يتعظوا وينادوا الله ويرفعوا يدينهم لله فوق. ربنا قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست. شفت بعد الحريف جات ماذا يرجع عليه الله سبحانه وتعالى؟ يقول لك الفزع الفزع يا الكباشي. سوداننا عايش في هلع يا الكباشي. قال واحدا طلبي يا الكباشي توقف الحرب دي. شوف الناس دي شفتها ما لم الشرك ده ينتهي والناس تترك عبادة القبور والأضرحة وتخلي عبادة الشيوخ. في ناس بيعبدوا الشيوخ عديل، بينادوا في البرع وينادوا في المكاشف والصايم ديما وغيرهم. الناس دي دايرة البلد تصلح ترجع على الله تترك الشرك ده. الناس ربنا سبحانه وتعالى قال الناس كم وحدوا الله وآمنوا بالله سبحانه وتعالى واتقوا الله سبحانه وتعالى ربنا بينزل عليهم بركات. العيش برخص والبنزين يكون متوفر ما الصفوف، ده كله بالتوحيد. كويس. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا قال لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.